اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد. تعالوا بقى شوفوا المش بتاعي بقى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد. شايفين حبة مش كده بتاعي عسل عسل، بس ما فيهمش جبنة. لسه اجيب لهم جبنة. البطرمان بتاعي اهو، اللي انا مخلل فيه اهو، اللي انا حاطه فيه المش اهو، بطرمان صغنطط على قد كده صغير. وعايزه اقول لكم ان انا حاطاه في التلاجة. طب حاطاه في التلاجة ليه يا تيتا؟ عشان ما يبقاش فيه اي حاجة، عشان ولا يسوس ولا يدود ولا اي حاجه خالص، ما يبقاش فيه حاجه وحشه. عايزه اقول لكم هلابينو نار نار نار، مليان فلفل سبايسي نار نار. بص ما فيهوش اهو، مليان فلفل اهو. لسه برضو البطرمان فيه اهو، ولونه جميل. ولما بيكون عايزه ازوده بغلي له لبن، وبحط على اللبن شطه وبحطه وبروبه. لسه بقى عايزه ايه، اجيب الجبنه بقى واعملها. بس بص اهو، لسه فوق اهو، لسه فيه اهو في القعره. بس عايزه اقول لكم طعمه رهيب. اللون اللي مخليه جميل كده بتاعه. بحط له عسل اسمر، عشان العسل الاسمر بيخليه بيغير لونه، ما بيسكرش، خلي بالكم. واحنا بنحط له الملح وبنحط له المرتة، بنزود على المرتة ملح. فايه مليان، عايزه اقول لكم مليان مرتة بس ما فيهوش جبنه، ومليان فلفل سبايسي هلابينو اهو، نار نار. هجيب جبنه بقى وبحطها معاكم واوريكم انا هعملها ازاي. خلي بالكم انا بحطه في التلاجة، يعني باكله زي المخلل كده، زي اي يعني اللحم بنحطه ايه، يعني ايه، اما يكون في بطاطس بتنجان حاجات كده فطار، بناكله زي ما ايه المخلل يعني ايه. ما عنديش مكان بقى للزلعه واللي بتقعد سنه وسنتين. طبعا دي الناس دي اللي بتعملها دي على راسي، وحلوه قوي قوي وجمال ان هم بيعملوها في الزلعه. والجبنه بتاعتهم كده بتبقى دايبه، عشان حاطينها طبعا في الشمس ومحافظين عليها. لكن احنا بقى ما عندناش شمس ولا بلكونه، فبنحطها بقى كده ايه في التلاجة تحت ايدينا كده. نعوز حاجة بدل ما نروح نشتري ومش ضامنينها، ولا يا فلانة ادينا ولا اي حاجة، فاحنا بنعملها حاجتنا بايدينا، ولما وقت ما نعوز بنطلع منها.